رجعنا لكم تاني. ونادي الزمالك، نادي الزمالك كان فيه سخط من الجماهير كبير على مجلس اداره نادي الزمالك في بدايه فتره الموسم الحالي. ما بيعملوش حاجه، صفقات ضعيفه جدا، ما عملوش حاجه، الدوري راح. مين الناس اللي جابوها؟ مش معاهم فلوس. كلام كان كتير جدا سلبي على مجلس اداره نادي الزمالك، وبالاخص دكتور عبد الله جورج، لان هو يعني من الاسباب كمان اللي مشي حسام حسن وابراهيم حسن، وكان عنصر رئيسي في ان هو الناس تقول ان هو اللي مشى حسام وابراهيم حسن وجيب كابتن حسن شحاته، وبعدين استقال، وبعدين رجع في استقاله، والدنيا كانت صعبه والسودة جدا في نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك. ولكن الاجواء فجاه تحولت تماما. صفقات مهمه جدا يمكن في الصميم زي ما الناس تقول، مش عايز اقول انها من احسن الصفقات يمكن في الفتره الاخرانيه اللي هي مطلوبه لنادي الزمالك. مدرب طبعا قدير كابتن حسن شحاته وجهاز فني قدير. والنهارده يمكن يعني اعتقد من نهايه سلسله من الصفقات الناجحه جدا، لو تمت هتبقى حاجه قويه جدا لنادي الزمالك. وهو طبعا عايز ان هو مهندس صفقات الجديد في نادي الزمالك، كابتن او الدكتور عبد الله جورج. مساء الخير يا مهندس. اهلا يا دكتور. اتفضل يا دكتور. ازيك يا دكتور، عامل ايه؟ الحمد لله. كله تمام انت الحمد لله. ازيك؟ الحمد لله حبيبي، يعني كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب. الاجواء كانت سودة في النادي، والدنيا كانت صعبه عليك جدا من شهرين. عشان كده لابس اسود كمان. واتكلمت بشده بصوره كبيره جدا. وبعد كده الدنيا مشيت. الناس مش عارفه مشيت ازاي، ولكن مشيت، الدنيا مشيت. واعتقد ان اكثر متفائلين او متشائمين ما كانش يتوقع هذا الكم من اللاعبين المهمين. ويمكن النهارده او دلوقتي كان معانا تليفون كابتن حسني عبد ربه، وقال تقريبا ان هو خلاص بنسبه يعني ان شاء الله بكره يبقى موجود في نادي الزمالك. طيب ابتدي من الاخر ولا ابتدي من الاول؟ اللي يريحك. لا اللي انت عايزه. لا ما طيب خلينا نبتدي من اللي الاول. انت عايزه حتى هقوله لك يعني. طيب خلينا نبتدي من الاول، بس ناخد اخر حاجه اتكلمنا. انت عندك برد، الف سلام عليك. خلينا نبتدي دلوقتي طيب من مكالمه حسني عبد ربه، او راجل بان ان هو بكره اخر يوم مدين مهله للنادي الاسماعيلي، اللي هو بكره هيبقى يوم 6 تقريبا في الشهر ان شاء الله. فاضل 4 ايام. انا اعتقد ان هو عمل كل ما هو عليه يعني حبا في النادي الاسماعيلي. ايه اللي حصل؟ واحنا استنيناها الحقيقه يعني. بس انا سمعت ان انتوا قلتوا احنا مش هنخش مع النادي الاسماعيلي عشان انتوا العلاقات. لا شوف هقول لك حاجه. احنا ما ينفعش ان احنا يعني جمهور الاسماعيلي ده بالنسبه للزملكاويه كلهم وبالنسبه لنادي الزمالك جمهور عزيز علينا. يعني زي ما كان جمهور بورسعيد عزيز علينا وشاهدت الظروف ان العلاقات تتوتر. فانا مش ممكن اروح يعني حتى عشان نقول انا في كل الصفقات اللي عملتها السنه دي خلاص انا دخلت الباب من كل ما رحتش ما لفتش ولا عملت، لان انا عايز ارسي قاعده كده ان يعني احنا بنعملها، واتمنى ان كل الناس تعملها، ان احنا نتعامل مع لعيبه ان هي من انديه، والانديه دي ليها مجلس ادارات، وانت لازم تخش البيت من بابه. ما ينفعش انك انت تنط من الشباك يعني. في حد بينط من الشباك؟ كتير. يعني كتير، وانت عارف ان في ناس انا مش عارف حاجه، انا مذيع. مذيع. طيب ماشي. فاقصد اقول ان يعني احنا بنرسي قاعده في نادي الزمالك ان احنا بنتعامل دايما مع زي مثلا موضوع هاني سعيد. على فكره موضوع هاني سعيد عدى سموث، عدى سهل جدا، مع ان كان صعب من اصعب الحاجات. وكان كامل ابو علي قال لك على جثتي لو خدته هاني سعيد السنه اللي فاتت. ايوه السنه دي ماشي عادي جدا. علشان احنا رحنا اتكلمنا في بورسعيد بمنتهى الهدوء. هاني سعيد عليه ليه شرط جزائي خلاص، وهو واخد فلوس من النادي المصري خلاص. احنا كان ممكن نروح اتحاد الكوره ونحط الشرط الجزائي وناخد اللعيب خلاص، ومحدش ليه عندنا حاجه. ده هو عقده بيقول كده، وعقده مش مشروط بمده ولا انما احنا فضلنا ان احنا نروح ونكلم المصري وندفع فلوس زياده عن حق المصري كمان، علشان خاطر الامور تمشي يعني تمشي في طريقها الصحيح اللي انا احب ان الدنيا تمشي بيه. انت لما تكون عايز لعيب روح لناديه، ابعت له رغبه وكل الكلام ده. فعشان كده الموضوع مش سموث. بس مش كل المواضيع بتمشي سموث يعني. برضه هنتكلم عن موضوع امبي ومناطق وخدته الباب الرئيسي، ولكن الموضوع صعب شويه. لكن خلينا لسه في حسني. قعدته كتير قوي في حسني بقى له كتير، بقى له شهر او شهرين الموضوع ده. حسني الحقيقه عنده انتماء شديد قوي للاسماعيليه، عنده حب شديد انه يكون بيلعب في النادي الاسماعيلي. والحقيقه انا مقدر في هذا الحب النادي والبلد. حسني اسماعيليه بالنسبه له بتشكل حاجه مهمه جدا برضو. هو النادي اللي كبر فيه وتربى فيه واللي عمل له الشعبيه والجماهيريه دي.
فانا عارف وانا بتكلم مع حسني ان عنده حته ارتباط جواه بالنادي الاسماعيلي، باينه. وهو بيفضل النادي انا الاسماعيلي ما على شفتش فكره. بصراحه لعيب لغايه دلوقتي قعد كل الفتره دي كلها من غير ما ياخد حتى نادي الزمالك. الحقيقة ما استنتش كده في نادي الزمالك، زملكاويه ما استنوش زي ما حسني ايوه استنى كل ده لا بصراحه طب يعني. انا هقول لك حاجه. ولا في الاهلي انا شفت حد بيستنى كل ده. انا اول لقاء ليا كان مع حسني كان من شهر تقريبا. مم. خلاص. هو يحق ليه من شهر يناير اللي فات انه يمضي. انه يمضي. مم. ومع ذلك الولد مرتبط باسماعيليه، مم. وكان صريح وواضح، وانا بحب الصراحه والوضوح في كل مم. حاجه. طب الدنيا قفلت فتره من فترات انت وحسني، يعني في الدنيا قفلت وخلاص لا الدنيا. هي مش قفلت، مم. بس انت عارف برضو يعني انا ما بحبش استنى كتير برضو يعني، مم. لان انا عندي مراكز لازم تتشغل. فانا حسني لما اجيبه يبقى انا في فلان مش هجيبه بالطريقه دي، لان مجلس الاداره سوري الجهاز الفني محدد لعيبه بالاسم ان هو عايزها في مراكز معينه، وده اللي حصل السنه دي. يمكن احنا سدينا ثغرات في مراكز معينه. طيب خلينا يا دكتور معانا تليفون بس مهم ناخد الاول اسماعيليه. كابتن علي سالم الاداري في منطقه اسماعيليه، مساء الخير. مساء الخير يا كابتن حازم. مساء الخير يا فندم. ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ سمعنا عن حضرتك وطبعا دكتور عبد الله جورج معانا يتواجد معانا في الاستوديو يرحب بيك. اهلا بالاستاذ عبد الله جورج، اهلا وسهلا. اهلا بيك اهلا بيك يا حبيبي. هو بس مشكله حسني ان هو موقع من النادي الاسماعيلي عقد وتم اعتماده عندنا في المنطقه. وانت حضرتك عشان يروح النادي الزمالك لازم يحصل على شهاده من المنطقه تفيد بانه غير مسجل بالنادي. ولكن النادي تم دفع الرسوم على عقد المنطقه. وان الاسماعيلي كان قال انه هيتقدم بالعقد قبل يوم 10، وبالتالي الطلب المقدم قبل كده من حسني بفسخ العقد تم حفظه والاتحاد اختارنا في المنطقه. يعني حسني العقد اللي بكره هيتفسخ ده ما يتفسخش؟ لا ما يتفسخش الا يوم ان شاء الله بعد يوم 10 يكون المده عدت عليه، فهو دلوقتي مرتبط مع النادي الاسماعيلي لان العقد غير موجود بالاتحاد. طب والعقد القديم ما هو ما خدش فلوس القديمه في الاتحاد بتاعت السنه اللي فاتت، ازاي يقدر يكمل بقى؟ ما هو النادي ممكن يديله يوم 10 مستحقاته يعني ويأيده يوم 10. طب العقد ده عند حضرتك في منطقه الجيزه في منطقه الاسماعيليه؟ الاسماعيليه وهو النادي الاسماعيلي هيتقدم بيه يوم 10 ان شاء الله. يوم 10 ان شاء الله، لان العقد غير موجود بالاتحاد وانه المذكره بتاعته. بعد اذنك بعد اذنك ده عقد جديد يعني متجدد لحسني عبد ربه ولا ده العقد اللي هو معمول من السنه اللي فاتت؟ لا عقد بتاع لا العقد الجديد، العقد الجديد مع المهندس يحيى العقد الجديد. ما هو العقد الجديد ده حضرتك اللي فيه مشروط بالشرط الجزائي بتاع يوم 19 مايو. ما هو واخد ان هو لو الفلوس ما اتسددتش. معلش بعد اذنك بس نسمع دكتور عبد الله بعدين حضرتك ترد. حضرتك هو عنده شرط جزائي في يوم 19. حضرتك اسمعني انا سمعتك. حضرتك نسمع بعض دكتور. نسمع دكتور عبد الله جورج حضرتك وبعدين حضرتك ترد يا فندم. حضرتك ده في شرط انه يوم 19 مايو ان الفلوس لو ما اتدفعتش يوم 19 مايو هيكون ده بيديله الحق. بقول لك النص بالظبط بقى، الحق دون غيره في فسخ هذا التعاقد مع النادي الاسماعيلي. حضرتك بتقول لي يوم 10. نسمع بقى رد فعله. نسمع رده. اتفضل يا فندم. هو يوم 19. طيب كابتن علي سالم اتفضل يا كابتن. شوف هو برضه رد. عنده ورق قدامه. حضرتك في نص صريح بهذا في العقد؟ ايوه حضرتك معانا على التليفون استاذ علي. الو. طيب هو ما عادش حاجه في التليفونات. انت حافظ العقد شكلك. ايوه هو مكتوب ايه بس تاني قولها كده؟ مكتوب ان هو الشيك واخد شيك هو وواخد الشيك من حساب الشخصي حتى المهندس يحيى الكومي وان هم يوم 19 هيقولوا له الشيك ده بشيك من النادي الاسماعيلي. 19 ايه؟ 19 مايو. سوري مش مايو، الشهر اللي فات اغسطس 19 اغسطس. وان هو لو ما استلمش فلوسه لغايه يوم 19 اغسطس خلاص بالظبط مكتوب يحق له دون غيره له حسني عبد ربه دون فسخ غيره العقد. فسخ هذا. طب معلش هاتوا لنا برضه حاولوا تجيبوا تاني كابتن علي سالم برضه منطقه الاسماعيليه عشان نرد على النقطه دي. نحاول نجيبه احنا بنكلمه دلوقتي عشان يعني بس برضه كل حاجه تبقى واضحه قدام الناس. يعني ما احنا لا ما هي النقطه برضه يعني احنا بنحترم كل الناس وبنحترم عقليات كل الناس. فالناس برضه يعني المفروض تكون يعني هو راجل عنده عقد في النادي بتاعه في المنطقه عنده بيقول حق. هو في عقد هو حسني مقدمه في اتحاد الكوره. امال يعني هو اتحاد الكوره هيبت في موضوع فسخ حسني ازاي؟
بان لغايه دلوقتي هو ما خدش فلوسه، والعقد اللي معاه بيقول انه يوم 19 ياخد فلوسه وكل الكلام ده. يعني وبعدين في النهايه فسخوا العقد اهلا وسهلا بحسني، ما ما فسخوش فسخوش هو في العقد. الإسماعيلي احنا طبعا. ما يعني مش احنا مش هنتخانق مع الاسماعيلي علشان ناخد حسني عبد الرب. هي دي النقطه يعني. لكن الموضوع انما مؤكد طبعا انه اضافه كبيره، وانا واحد من اكيد الناس جمهور الزمالك اتمنى فرحه عارمه يعني. ما تنساش ان انا اصلي جمهور زمالك يعني. اتمنى يعني ان حسني عبد الرب يبقى موجود في نادي الزمالك. واذا كنت لا انا وكابتن حسن هيفرح، وكابتن اسماعيل دول كانوا قدام مفيش مدربه حد في مش هيفرح. المنتخب، وده مدربه في المنتخب وعارف امكانياته، مفيش حد مش والجمهور الزمالك كله هيفرح. هيبقى اضافه كبيره طبعا. مؤكد لما يبقى يعني. نص ملعب حسني واحمد حسن قدام ميدو وعمرو وحسين يعني عندك اسامي وحسن عندك ناس كتير. انما انا مش هخش في نزاع مع النادي الاسماعيلي علشان خاطر حسني عبد الرب. ده كلام مهم جدا. يمكن كان التليفون، انا عايز بس كابتن علي سالم يرجع تاني برضه عشان يرد على الدكتور عبد الله، وهيبقى معانا، ولكن هنطلع فاصل وبعدين يرجع كابتن علي يرد على التساؤلات او العقد اللي قاله دكتور عبد الله وهو حافظه ما شاء الله، يعني حافظ عقد حسني. هنطلع لفاصل وبعدين نرجع مع كابتن علي يرد على هذا التساؤل. نطلع مع بعض.